مواجهة صعبة جدا. الشاورما التركي أنا بحبها جدا، بالذات اللحمة. شاورما اللحمة أصلا أنا بحبها عموما، بحب اللحمة أكتر من الفراخ. فهكسب مين؟ طبعا هنبعد عن الشاورما التركي، تكسب باكتساح. بس احنا خلينا مصري، الشرق ماشي هيعدي. بس بالترتيب في الآخر هنقول لكم الترتيب. تركيا طبعا رقم 1 لوحدها. طبعا الشرق بقى هنشوفه في النهاية هيعمل ايه. فالتركي ده هيبقى مركز أول لوحده، لأنه لا يقارن بأحد أصلا. نحط التركي هنا، ندخل الدمشقي. دمشقي ب100، سعره كويس. طبعا السندوتش أرفع شوية من الشرق، بس حشو كويس وحاجته كويسة. والكبير برضو نفس بيبقى رفيع برضو، مش طويل أوي يعني، جربته قبل كده. نشوفه تاني. جاب لنا مخلل ب100 جنيه، تاني ب115، ما حطيناش غير تومية بس. فبالنسبة لي النهاردة كسب الدمشقي. دمشقي أفضل شاورما لحمة. الشرق يعني إيه، العيش كتير في السندوتش، يعني لفة العيش السوري أكتر. اللحمة ماشي برضو محتاجة شوية تتظبط، الطماطم كتير تقل. شايف بشكل عام الشاورما طبعا اللحمة في الدمشقي برضو محتاجة تزيد وتبقى قطع، ما تبقاش مفرومة. شايفها اللحمة مش باينة، يعني سدات كانت اللحمة فيه باينة أكتر، بس السندوتش ناشف، محتاج شوية طحينة أكتر زيادة، يتظبط السلطة تزيد، بس كان فيه بطاطس اللي هو سداد. فالترتيب العام الدمشقي، سداد، الشرق. طبعا السلطان أيوب ده مركز أول لوحده. شاورما تركي، أحسن شاورما تركي جامدة في مصر حتى الآن، يعني مشوفتش شاورما تركي في مصر أصلا. يعني أحسن شاورما تركي في مصر أعتقد اللحمة بالنسبة لي سلطان أيوب. أما دول ده ترتيب أحسن شاورما لحمة في دمنهور. فبس دي كانت حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وأهم حاجة اعملوا سبسكرايب عشان القناة تكبر في أسرع وقت. تابعوني على السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن، وأشوفكم في حلقة جديدة على سبراي فود. سلام.